السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الدوري ولع، فوز الأهلي، فوز الزمالك، تعادل بيراميدز. بجد يعني هننتظر ليوم الحسم يوم 20/5، ومصير 3 أندية في إيد سيراميكا كيلوباترا، سموحة والمصري. الاهلي طبعا هيقابل المصري في اخر جولة، والزمالك مع سيراميكا كيلوباترا اللي عمل النهاردة يعني اداء قوي وقدر يتعادل مع بيراميدز، وسموحة مع بيراميدز. واتوقع ان سموحة ما تعملش حاجة، لان سموحة اصلا مش عايزة حاجة، هي في المركز يعني السابع، ما من دون ولا فوز. يعني لعبت الخمس مطوشة وخسرت كلها. يعني يوم ما لعبت النهاردة لعبت قدام الزمالك، حتى كانت بتحاول انها تتنح شوية، بس الزمالك عنده عدي الدباغ وخوان بزيرة اللي اتصاب، صنعوا له الهدف وسجلوا. طيب انا كاهلي انا فرصتي ان انا العب افريقيا، يعني بص في احتمال 1% ان انا اكسب الدوري، وبرضه انا هحاول لغاية اخر نفس ان انا ان شاء الله اكسب المصري، مع ان فرقة المصري فرقة لا يستهان بها. ده اول حاجة. في شرط ان الزمالك يخسر من سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز يتعادل او يخسر من سموحه. وطبعا يعني دي زي ما بيقولوا ايه، حسابات حسبة بيرما، وحسابات معقده. خلينا نتكلم بعقلانيه. اللي قريب من الدوري دلوقتي الزمالك بنسبه 50%، بيراميدز بنسبه 45% او 40%، والباقي للنادي الاهلي. خلينا كده نتكلم كأهلاوية عقلانيين، لان دلوقتي انت معلش، انت الحالة الوحيدة اللي تاخد فيها الدوري يوم ما انت والزمالك تتساووا، الزمالك يخسر من سيراميكا وانت تكسب المصري، وبيراميدز يبقى اوت، خسر او تعادل، ساعتها بقى انت تساويت انت والزمالك، وهيرجعوا لفرق المواجهات المباشرة. طبعا يعني انت كأهلاوي انت قاعد زعلان على الفرص، ربنا بيديك الفرصة وانت بغبائك بتفوتها، او معنى صح بتستخدم وما بتستغلهاش. كام ماتش النادي الاهلي السيزون ده انت فوتت فرص انك تتصدر الدوري، بس عشان الغلطات اللي تورب عملها وريبيرو في اول الموسم، وان انت معرفتش تصلح الاخطاء دي، وضيعت على نفسك نقط كتير. نقط كتير كان ممكن النادي الاهلي يبقى متصدر. ابسطها بلاش ماتش بيراميدز اللي فات، اذا كنت يعني لو دي من الشيطان والعياذ بالله من الشيطان، اذا انت كنت كسبت بيراميدز وكسبت الزمالك متساوي يا باشا مع الزمالك، بس انت كسبان بفرق المواجهات المباشره. مش هنقول غير الحمد لله، نتمنى على الاقل على الاقل اقل الخسائر ان انت تاخد تاني دوري عشان تشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. بدأت المباراة مع إنبي بضغط من النادي الأهلي، وأصفر في الدقيقة 7 من هدف، من أسيست جميل لزيزو للشحات اللي خدها من ناحية الشمال بسبب إصابة تريزيجيه، ودخل وحطها في سقف المرمى. قذيفة ليثبت إن حسين الشحات لازم يتجدد له يا جدعان. فعش لعيب زي ده يمشي من النادي الأهلي يا جماعة. بعد كده الدقيقة 17، الدقيقة 14 قصدي، تسديدة محمد شريف لعيب انبي من شبه انفراد، ينقذها ويتصدى لها ويتعملق لها شوبير. الدقيقة 16 تسديدة من إمام غريبة من قوي، يعني إمام اتلعبت له كورة انت جوه الستة ياردة، المفروض تحطها جون يا باشا. انت غريب قوي يا إمام، اللي بتمنى لك الشفاء بسبب الكدمة اللي جات له في ركبته. أتمنى إنها ما تبقاش رباط صليبي أو أي حاجة، لأن لا قدر الله دي معناها إن هو الموسم والسنة الجاية انتهوا بالنسبة له، وكأس العالم كمان راح منه. الدقيقة 18 ضربة جزاء يتحصل عليها حسين الشحات بعد ما غلط حارس انبي وخلاه يعرقله، وينبري إليها زيزو ويسجل هدف يخلي كفة النادي الأهلي مع عالية. والنهاردة بجد الشحات وزيزو بجد يا جدعان الاتنين كانوا فايقين ورايقين قوي. الدقيقة 25 إصابة بيكهام ونزول محمد هاني. الدقيقة بقى 47 هي دي ضربة جزاء، وهي مش ضربة جزاء، والحكم فعلا رجع لها للفار اللي هي كانت ضربة جزاء لصالح كهربا، بس كان في فاول على لعيب انبي لما دخل بسن الجزمة في كوكا قبل ضربة الجزاء جوه منطقة جزاء النادي الأهلي واتلغت. بالنسبة بقى للهدف بتاع كهربا، طب ما كهربا يا جماعة أصلا اوفسايد، وعمل فولو اب على الكورة.
فالناس تقول لك لا او التحكيم ومش عارف ايه. طب هو كان فين التحكيم ده يا جماعه في ماتش سيراميكا اللي انا لازلت وهفضل اهاجم محمود وفا الحكم الفاسد اللي تسبب في ان هو يعتبر في ضياع الدوري ده بسبب ان هو ما حسبش ضربه الجزاء في سيراميكا. يلا منه لله. الشوط التاني خروج الشحات لان احتمال كان عنده زي ما تقول اصابه، بس اصابه خفيفه ما كانوش عايزين ايه يعني تتفاقم. والدقيقه 47 هدف من بين قلبي او بن شرقي اسيست امام عاشور. وبعد كده المباراه قلبت مباراه تعاونيه بين لعيبه النادي الاهلي وبيراميدز قصدي وانبي. تغييرات بقى، خروج بقى بن شرقي وزيزو ونزول بن رمضان ومروان عثمان، وتحس ان اللعب كان تعاوني. هي الحاجة الوحيدة اللي يعني ابتدينا نحس ان الماتش فيه رمق وروح في الدقيقة 75 تسديدة محمد هاني اللي انقذها الحارس، وبعد كده محاولات من لعيبة انبي على استحياء وبتيجي بره المرمى، واصابة امام عاشور اللي نتمنى له السلامة. وتنتهي المباراة زي ما انتم شفتوا 3-0 النادي الاهلي. وعلى الجنب الثاني نهاية مباراة سيراميكا وبيراميدز 1-1، والزمالك يفوز على سموحة 1-0. كده الترتيب بقى 53 الزمالك الأول، 51 بيراميدز الثاني، والأهلي الثالث ب50 نقطة. طبعا انت هتقعد على الأقل أسبوعين أو على الأقل لغاية مثلا 15 يوم لعيبه النادي الاهلي وبيراميدز مستنيين طبعا، لان الزمالك عنده نهائي الكونفدراليه، مباراه الذهاب يوم 9 في الجزائر مع اتحاد العاصمه، ومباراه العوده يوم 16 في القاهره. طبعا انا كاهلاوي انا ماليش دعوه بيه، يكسب يخسر مش قصتي، مش هتمنى له في الفوز، لان في بعض الزملكاويه كانت تطلع تقول لك انا مالي الاهلي بيمثل نفسه ما بيمثلش مصر. نفس الكلام يا باشا، مش بتاعتي. انا بتمنى التوفيق لفرقتي فقط لا غير، غير كده انا ما بشجعش حد تاني. ما علينا. العمليه دي هتبقى مؤثره للنادي الاهلي وفي نفس الوقت مؤثره لبيراميدز، لان بيراميدز هينزل ياكل نفسه قدام سموحه اللي هي ضعيفه فنيا اصلا. في نفس الوقت انت هتنزل تاكل نفسك قدام المصري. الزمالك اللي هيبقى عنده ضغطه ماتشات، فهل يخسر الزمالك الدوري لصالح الاهلي ولا بيراميدز؟ بس النسبه الكبيره كلها او النسبه العاليه لصالح بيراميدز. خلي بالكم يا جماعه، خير الحمد لله، موسم وهيعدي، واهم حاجه تتصلح الاخطاء والمقصر يتحاسب سواء في الاداره او في اللعيبه. في نفس الوقت الجمهور ما يعني وقف وراكم لغايه اخر لحظه. اتمنى التوفيق يعني للنادي الاهلي في المباريات والدنيا اللي جايه، لان انت اذا لا قدر الله شاركت كونفدراليه هتبقى مطالب ان انت على الاقل السنه الجايه لا قدر الله ان فرقه من الفرق بتاعت نهائي دوري ابطال افريقيا تصعد النهائي وتاخده تاني، عشان يبقى انت، لان انت اول التصنيف الافريقي العام مش بتاع السنه. الحمد لله، مبروك فوز النادي الاهلي. واحد زعلان والله على الفرص وكم الفرص اللي كنا ممكن ناخد بيها الدوري، قدر الله ما شاء فعل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.